يعني اول اكسرسايز حضرتك اديته لنا طبعا الجزء بتاع الكوست استيميشن. مهم. ده كان تفاصيل قوية جدا كانت بالنسبة لي أنا. يعني ممكن أكون عارفاها شوية على الهاي ليفل لكن مش ان ديبس قوي كده، فأنا مش قادرة أوصل للتفاصيل دي والبرودكتيفيتي بتاعت كل ماشين أو حتى بتاعت الليبرز والكلام ده. يعني في تقريبا في تاني سيشن كده كانت الدنيا بالنسبة لي سودة شوية، وكنت ديسابوينتد واخدت قرار ان انا مش هكمل الكورس. لكن الحقيقة حضرتك كنت سبورتيف جدا ليا، و يعني ساعدتني كتير وفضلت تقول لي لا استني وشوفي انت محتاجة ايه من الكورس، ومش لازم يبقى كل حاجة تعرفيها بمستوى التفاصيل دي. في دي الحقيقة كانت بالنسبة لي حاجة كويسة جدا، يعني ادتني كده أريحية اللي ايه خليني أكمل الكورس وأشوف ايه اللي بيحصل. بلاش الستارة السوداء اللي نزلت دي. وحاولي وجربي في حضرتك، يعني فعلا دعمتني جدا. والحقيقة ان انا قدرت ان انا فعلا اعمل دوت. وكان برضو في حد من الزملاء المهندس مصطفى برضو الحقيقة ساعدني بالريتس ديت والارقام دي برضو. فدي كانت بالنسبة لي حاجة حلوة جدا، دي انبسطت بيها يعني الحقيقة.